بعض الناس وخاصة في الصاعق وفي الجيش يترددون في قتل هؤلاء، فيجب عليهم قتلهم ولا تأخذهم فيهم إلا ولا ذمة، يجب عليهم قتلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لأجدنهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فيجب عليهم، حتى الأسير في الحرب لا يقتل، الأسير في الحرب لا يقتل، إنما أسير هؤلاء يقتل لأنهم آمنوا ثم كفروا فلا تنفع توبتهم. يعني أغلب آراء العلماء أنهم حتى الأسير يقتل. بعض الناس تأتي وتشتكي وتقول إن ابني كان مضررا به وكان مغررا به ولا يعرف. أين أنت عندما كان يحضر لك الأموال؟ الآن عرفت أنه مغرر به، أنا أقول لكم لن نأخذ معهم رحمة ولا هوانا، سنقاتلهم بكافة الأساليب. إننا الآن نقوم على شغل كبير جدا وما زلنا مستمرين في هذا العمل. لقد قمنا بتقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات، ولدينا أسماء بجميع الذين يشتغلون في الدروع مع أنصار الشريعة، أنصار الشر. هذه الخريطة يوجد كل خريطة يوجد عليها بيت فلان بالوصف وبالدقة، وسوف نقوم بتصفيتهم جميعا. وعلى من أراد التوبة أن هم حتى الذي يتوب منهم يقوموا بقتله، يعني يشق عليهم كقتلوا كم أحدا من جماعتهم. فبعض الشباب كلموني فقلت لهم من الدروع، قالوا لي نريد أن نشق. قلت لهم لا تشقوا وكونوا معهم حتى نتغلغل فيهم ونكسر شوكتهم من داخله، وهم يقومون معنا بالعمل السري، لأن بعض الناس خايفين أن يشق يعرض نفسه للقتل. فنرجو من الجميع الناس أن يكونوا سلبيين، خاصة أهل مدينة بنغازي. ألم تقولوا أن بنغازي الشرارة وبنغازي هي شرارة الثورة؟ أين أنتم يا أهل بنغازي؟ ألم تقولوا أن الليبيين أبهروا العالم؟ أين إبهاركم للعالم؟ أبهروا الآن، إن لديكم كلام، فكيف تتركون دما يسفك هكذا وأنتم لا كأن الموضوع لا يهمكم؟ يجب عليكم أن تحاربوا وأن تقفوا بجانب الجيش والشرطة، لأن هذه المعركة ليست معركة الجيش والشرطة، الجيش والشرطة عبارة عن داعم لنا فقط. المعركة هذه من سيقضي على الخوارج هم نحن، هم السلفيين وعامة الناس، لأن السلفيين بعض الناس عندما يرى إنسانا ملتحي يقول لك هذا من الخوارج، لكن السلفيين يعرفوا من الخوارج ومن هو على منهج السلفي. فنحن لدينا قوائم وأسماء وسنقوم بتصفيهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنقوم بإخراجهم من جميع المناطق، لأن ولاء السكن لنا نحن. وأطلب من إخوتي في ليبيا الجمعاء، أما منطقة البيضة وشحات وأهلي في منطقة البيضة وشحات فأعرف أنهم مع عملية الكرامة قلبا وقالبا ومع قتال الخوارج، ولكن أقول لهم تريثوا، وأهل بنغازي سوف هم من سيتحركون بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنقضي على هذه الثلة بإذن الله، لأنهم ليسوا على حق ولم تقم لهم. وأقرأوا التاريخ، من يعلم اقرأوا تاريخ الخوارج واقرأوا تاريخ الإخوان وستعرفون أنه لم تقم له قائمة، وبإذن الله لم تقم له قائمة، وأن النصر معنا، ولينصرنا الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.